وسط الجو البارد ده انا جايه اقولك ان في حاجه من الاتنين هيحصل. هترتبطي وبعدين تكتشفي نفسك، وده هيخليكي دايما في زون اتعامل معاه ازاي، لو قال لي كذا ارد اقول له ايه حصل كذا يوم كذا انا معرفتش ارد عليه كويس، وتخشي كده في زون ان انتي للاسف البني ادم مش بيبقى ليه طريقه معينه او هويه معينه صح يعتمد عليها في علاقته مع شريك حياته. او والاحسن والاسهل كتير هتوفري على نفسك نقاشات طويله جدا مع اصحابك، وهو انك تكوني عارفه نفسك على ايه وتبداي تتعاملي على اساس ده معاه. شوفي للاسف كام واحده حواليكي بترتبط او بتتجوز بسرعه او بتبقى فاكره ان هي عارفه تتعامل مع صح، وللاسف بتبقى شايفه خلافات كبيره وواضحه في علاقتهم. انا هنا مش بتكلم عن خلافات بتحصل في الحياه، لا، هي خلافات في صلب شخصياتهم هما الاتنين، وتتحط في زون ولا هي عارفه تكمل معاه ولا هي عارفه تكمل من غيره. النهارده جايه عشان اساعدك او في السلسله البسيطه بتاعت ازاي تكتشفي نفسك وفي نفس الوقت تكتشفي شريك حياتك او تختاريه لو انت لسه ما اخترتيهوش. ان هو الموضوع عباره عن خطوات بسيطه، وانا حاولت ارتب الخطوات دي في فيديوهات منفصله وده اول فيديو فيهم، فيلا بينا نبدا على طول في واحده من حلقات فاطمه والبنات. اعملي لايك وشير مع اصحابك كتير، عايزين نوصل ل 10000 بقى بجد، عايزين نوصل ل 10000 ان شاء الله. كمان اعملي كومنت لو الفيديوهات بتعجبك، وبس كده يلا بينا نعرف ازاي هنكتشف نفسنا صح. اول حاجه حابه ان انا ابدا بيها، وهي الحاجه اللي عامه بتحصل في حياتنا كلنا، بنكون من المدرسه، بنطلع من المدرسه على الكليه، اللي بتشتغل، اللي بتتجوز. الفكره ان احنا طول الوقت في حاجات بتحركنا متجنبين فكره ان نتواصل مع انفسنا دايما صحاب، اهل، شغل، كذا كذا كذا، وبنبقى فاكرين ان احنا عارفين نفسنا، بس يمكن بشكل كبير قوي بنكون عارفين نفسنا بشكل سطحي. يمكن اوقات كتير بيخلي البنت تقع في غلطات كبيرة او تخش في علاقات كتير ورا بعض، او حتى علاقة واحدة بس تبقى مؤذية جدا ليها، لان هي ولا عارفة هي عايزة ايه، ولا عارفة هي هل طريقتها اللي بتتعامل بيها مع الشخص ده فعلا صح ولا لا. اوقات كده هي النقطة اللي هنتكلم عليها بالتفصيل بعد شوية، بس اوقات بنلاقي بنات عاملوا بمبدأ ان دي شخصيتي ودي طبيعتي وكذا وكذا، وانا متفقة معاكي، ما حدش كوبي بيست من حد، ومش المفروض احنا بنات نكون كوبي بيست من بعض، بس في نفس الوقت ممكن نكون عارفين تصرفاتنا دي بمنتهى السطحية، اللي هو انا عملت كذا عشان كذا. لما نرجع نسأل نفسنا طب هو كان المفروض انا اعمل كده فعلا، ولا ايه اضرار الفعل اللي انا عملته ده، ولا هو اتشاف ازاي، واسئله كتير هنسالها مع بعض شويه تكتشف انه مش رد فعل كان المفروض تعمليها، ولا دي رد الفعل انت اصلا عايزه نتيجتها، ولا حاجات كتير قوي. وده بيخليكي للاسف تقعي في حاجات زي انك تكوني بتضحي بحاجات كتير قوي مش المفروض تضحي بيها، او انك بتعملي مجهود زياده، انك مش بتعملي مجهود اصلا. والله بنتكم العلاقات اللي الواحد شافها البنت بترمي نفسها فيها وبتتنازل عن حاجات كتير جدا من حقوقها فيها، ده مش بس بيخليها تخسر نفسها اصلا، رقم 2 بالنسبه للراجل اللي في حياتها ولا بيديها حقها ولا معترف باللي هي بتديهوله، هي بتبقى حبته خلاص، البني ادم ده كويس فانا حبيته وخلاص. بس هل الكلام اللي انا بقوله ده معناه ان اي بنت بتخش علاقة من غير ما تدرك نفسها فعلا بيخلي العلاقة تفشل؟ لا، وبيكملوا وبالسنين السنين، بس ده دايما بيخلي البنت بتبقى مجبرة او مضطرة في مسيرة الحياة عادي ان هي تجرب في الشخص اللي معاها قوي. ولو الشخص اللي معاها مش عاقل كفاية او مش بيحبها فعلا ومتحمس ليها كل الكلام ده، تزهق منها، فهي تبدأ تتعامل بأقل من اللي هي تستحقه علشان تفضل موجودة معاه وخلاص. بس هو فعلا لو شخص عاقل في احتمالية كبيرة ان هم يطوروا من نفسهم مع بعض. ان هي تخش في الزون بتاع بعتلي قال لي ازيك، ارد اقول له ايه في جروب الصحاب بقى، بص سكرين شوت قال لي ايه، نازلين بكرة مع بعض، اتكلم ازاي؟ انا ما عنديش هوية، فبضطر اسأل الناس كلها عن كل وجهات النظر الصح والغلط اللي هم بيقولوها. وانا عايزة اقولك على حاجة، يعني دي ممكن نقولها في كل الفيديوهات، ما تاخديش رأي صاحبتك ولا صحابك في علاقتك بالشخص اللي معاكي. هم هيقولوا وجهة نظرهم فيه وهيقولوا وجهة نظرهم في علاقتكم، ده في احتمالية بنسبة 100% ان هو ما يكونش مناسب الشخص اللي معاكي ولا مناسبك انتي اصلا. متخيلة انك ممكن تسيب الشخص اللي انتي مرتبطة بيه مش عشان هو وحش، بس عشان صحابك حسوا ان هو مش مناسب ليكي؟ انا دلوقتي اقولك دليلك لاكتشاف نفسك بسهولة. في البداية انت محتاجة تسألي نفسك كام سؤال. مبدئيا ايه هي الحاجات اللي مش مناسبة معاكي، وراقبي الموضوع ده
في الرجاله اللي حواليك، اذا كان اهل حد من اهلك، علاقاتك قبل كده للاسف، حد مثلا صاحبتك خطيبها بيعمل ايه معاها، بتسمعي كتير تعرفي ايه الحاجه اللي بجد لا. بقول لكم مثال عليا، انا شخصيه بارده جدا بجد، بارده ما اتعصبش، فانا استحاله اكون مع بني ادم عصبي او راجل من الرجال اللي هم ايه، رعاش دول. اصلا انا ما بفهمش، انا عرفت ده عن نفسي، انا ما كنتش عارفه كده على فكره خالص. انا عرفت ان انا ما بفهمش العصبيه، يعني انا بفهمش يعني ايه شخص يكون متعصب. فانت لو جيت كلمتني بعصبيه انا مش هفهم. مش هعمل حاجه اللي انت عايزها، مش هستوعب. شخص عصبي في حياتي انا استحاله الشخص ده ارتبط بيه، يعني هو لو في كل مميزات الدنيا بس عصبي، في نقطه اتحط من اول السطر. تخيل لو انا ما كنتش عارفه ده عن نفسي ودخلت في علاقه مع شخص عصبي وحبيته، فاحنا رجوع من خطوه الحب لخطوه تانية، اصل هو عشان عصبي لا هضطر استحمله عشان انا بحبه وعشان متعلقه بيه. اهم نقطه جوه نقطه ان في صفه معينه انا مش عايزاها، هل الصفه دي او الحاجه اللي انا بتمناها او مش عايزاها واقعيه فعلا ولا. يعني مثلا عليا زي ما قلت لكم، انا استحاله اكون مع شخص عصبي. هل انا بقى طموحاتي ان هو يكون البني ادم اللي معايا ده بارد قوي طول الوقت؟ شيء مش واقعي، لان هو اكيد اي بني ادم في لحظه، انا اوقات ممكن يعني حاجه تستفزني قوي فاتعصب وهو كذلك. فما يكونش انت حاطه طموحاتك ان الشخص اللي انت الصفه اللي معينه اللي فيه دي يكون شخص ما بيكذبش ابدا ابدا. هيكذب وانت هتكذبي. كل شخص فينا فيه نسبه من الحاجه الوحشه، نسبه صغيرة كبيرة تفرق من شخص للتاني، ونسبة برضو من الحاجة الحلوة اللي انت بتتمنيها اذا كانت كبيرة ولا صغيرة. نقطة ممكن نسميها اللي هو خليك واقعية شوية في الاسس اللي انت بتحطيها او في الصفات اللي انت بتطلبيها، اللي هو ببساطة برضو احنا مش ملايكة. يعني بعد كده حاجة بيجينا احنا مش ملاك، بس انا عايزة الحاجة ماشي اطلبيها بس بالشكل الواقعي بتاعها عشان ما يضحكش عليكي، عشان ما تكونيش من الشخص مثلا انت مخطوبه له او متجوزاه تقول له انا نفسي انك تكون كذا وكذا وكذا، فهو ممكن يكون حاسس ان هو عايز يكون بالنسبه لك كده، بس هو عشان مش هيعرف يبقى بالنسبه لك كده فيكذب عليكي او يخدعك او يضحك عليكي. الحل بتاع الموضوع ده زي ما قلت لك هو انك تراقبي الكابلز اللي في حياتك، تراقبي كل الرجاله في حياتك بيتعاملوا ازاي، وهتحسي ان في صفه معينه الراجل ده نو. الراجل ده لو اخر راجل في الدنيا استحاله ارتبط بيه. وتشوفي هنا صفه كويسه انا احس ان انا هعرف اتعامل معاها، وتشوفي برضو عيوب. انا ممكن اكون متقبله شخص مش طول الوقت معايا عادي، او يعني اكيد عايزاه معايا طول الوقت. بس اللي هو ممكن اتقبل فكره ان هو يخرج مع اصحابه مش عارفه ايه. ممكن بنت تانية لا عايزاه طول الوقت، انت فين، تعرف مكانه، تعرف بيعمل ايه، تعرف. فاعرفي دايما ايه الحاجات اللي انتي تقدري تستحمليها كأذى عيوب، وحاجات تانية لا ما اقدرش. وحاولي الحاجات اللي انتي ما تقدريش دي تبقى الحاجات الكبيره، الخيانه، البخل، الحاجات الكبيره. وعلى فكره انا مؤمنه، يمكن يعني مش هطول بالفيديو والله، انا مؤمنه ان في حاجات صعبه جدا ممكن بقى حد يخون. لا ازاي، بصوا احنا ازاي حد يخوني، وفي ناس تانية لا يعني خلاص نزوه وراحت. في البنات مش فارق لها اصلا هو يخونها، المهم ان هو معاها وخلاص. مثلا واحده تقول بخل ازاي ده، انا بحب الفلوس، وحد تاني بخل، خلينا نشيل الدنيا مع بعض وخلينا نخبي المستقبل في كده. فدايما شوفي انت ايه الحاجات اللي مناسبه ليكي، مش الحاجات اللي على التيك توك واليوتيوب حد شبه بعض. ما ناخدش فيديو على التيك توك واحده بتقول كذا 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 انا هبقى عايزه زي البنت دي، وانتي مش مدركه اصلا ان انتي ممكن تتنازلي على اللي هي بتفكر فيه ده عشان هي مش مناسباكي. مثلا كمان من الحاجات اللي لازم نركز فيها كلنا فكره انه بجد الراجل ده انتي مش هتربيه. ده راجل عايش بقاله اكتر من ربع قرن او اقل او اكتر من كده، احنا مش هنربيهم يا بنات. بتاخديه باكج على بعض اوكي. فما ينفعش خالص نكون مركزين مع الشخص عايزينه زي ما هو في خيالنا بالظبط. مع ذلك انا مؤمنه جدا ان اي اتنين كابلز بيحبوا بعض ومؤمنين ان هم فعلا عايزين يكملوا بيغيروا من بعض كويس جدا وبيكونوا احسن وبيطوروا من بعض عشان بعض. بس ده مش معناه ان انا همسكه اربيه واقول له ما كانش المفروض تعمل كده. من شفتوا الست مش هقول متسلطه، بس هي عشان عايزه كل حاجه بيرفكت قوي في حياتها فبتمشي تسلط ده على الراجل اللي معاها. لازم طول الوقت
تفتكري ان الشخص ده مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته، مش انتي اللي هتحكميه. اكيد ما تخشي في اي علاقة من الحاجات اللي لازم تركزي فيها مع نفسك قوي، لان احنا هنا عاملين بنتكلم انك عشان لما تخشي علاقة ما تغلطيش الغلطات دي. طب انتي ما بتتقبليش ان حد يخونك علشان ما هو كل الرجالة بتخون، لا مش كل الرجالة بتخون، كانك وعرفتي مش المفروض تكملي ده بالنسبة لي، فاهمة؟ انتي لازم تحطي الستاندر بتاعك دايما او الاسس والمبادئ اللي انتي عايزة تمشي عليها. انتي لازم تكوني عارفة انتي هتتعاملي معاه ازاي. رابع نقطة او خامس نقطة محتاجين نتكلم عنها النهاردة، فكري لو انتي مش عارفة نفسك او في حاجات بتضايقك او في شخصيتك او بتفرحك او في شخصيتك، كانت حياتك هتبقى واصلة لفين دلوقتي؟ انا من 3 سنين كنتش عارفة نفسي خالص، وانا بتخيل لو كنت عملت تصرف معين من 3 سنين او 4 سنين تقريبا، انا حياتي كانت هتبقى عاملة ازاي دلوقتي. لو كنت مشيت وسط ما كل الناس بتمشي في رتم معين كده، مش حابة اتكلم عشان مسرش الجدل، بس حياتي وشخصيتي واسلوبي كله كان هيبقى عامل ازاي. فاطمة النهاردة وهي عندها 24 سنة الا شهرين، عارفة هي عايزة ايه بجد في حياتها ومؤمنة بيه ومش هاممها اي حاجة تانية تتقال عنها. بس لما كنت اتهور من كذا سنة واخد قرار اكون ندمانة عليه، او مش اللي هو ندمانة، مش سعيدة. عارفين في حياة معينة كده كلنا اما بنتخيلها، او مش شرط تكون حاجة في دماغي، بس في حياة معينة بتتخيلي تحسوا انه بجد لا انا مش عايزه اعيش الحياه دي. الحمد لله انا ما دخلتش في الحياه دي من بدري قوي كده. ان اكتر حاجه خطر وصعبه ممكن اي بني ادم في الدنيا يعيش فيها هو انك تكوني بلا هويه، او انك تكوني ماشيه ورا ما اهلك عايزين او ورا ما الدنيا بتمشي، وتخشي كده في جانب تفوقي منه بعد كذا سنه وانتي مش عايزه تعيشي ده. انا عماله اقوله النهارده ده علشان ترحمي نفسك من فكره انك تكوني جوه علاقه وبتسالي العالم كله ارد عليه اقول له ايه، انزل معاه اتعامل ازاي، خني ازعل ولا ما ازعلش. والله العظيم انتوا ما مرتوش بالحاجات دي، انا بس اللي مريت بيها يعني مع اصحابي ومع نفسي وكده. ازعل ولا ما ازعلش، هل الحاجه دي فعلا تزعل ولا ما تزعلش، اجيب له هديه ولا ما اجيبش، ونخش في دوامه من ان انا مش عارفه اتعامل مع البني ادم ده، مش عارفه ايه الطريقه اللي حلوه وتريحني، ما كنتش جايه على نفسي فيها، وفي نفس الوقت ما اخسرهوش لو هو فعلا بني ادم كويس. كمان تخليكي عارفه انتي هتعرفي تتعاملي مع البني ادم ده ازاي، تقدمي له ايه، الحاجات اللي انتي ممكن تتعاملي معاه حلو بيها، والحاجات اللي هو لا خط احمر انا استحاله اتعامل معاه بالشكل ده، مش عشان الحاجه دي وحشه، بس عشان الحاجه دي مش مناسباكي. تراضيه ازاي وتصالحيه ازاي وما يجيش عليكي ازاي. الكلام ده يا بنات انتي محتاجه تعرفيه قبل ما تخشي في اي علاقه. وواحده من الحاجات اللي انتي لازم تعرفيها بجد قبل ما تخشي في اي علاقه، انك تعرفي عيوبك، مش عيوبك السطحيه، عيوبك اللي بتاثر عليكي واللي بتاثر على الشخص اللي دخل حياتك. انا مش عارفه مش شايفين البطانيه ولا لا، بس انا سقعانه قوي. ايه هي اسباب العيوب دي، انها جت منين، ونحلها ازاي؟ ده كله هنعرفه ان شاء الله في الفيديو الجاي. محضركم كده كام عيب من العيوب اللي بتاثر جدا على الشخصيه، وانا عشتها ممكن في علاقاتي دي تحس هي مش ما علينا، او علاقات اصحابي وكده. اللي انا ليه عندي كونتنت، لان انا بركز مع الناس. عارفين لو كنتوا حشريين زي كده بس من غير ما ما تبينوا انكم حشريين، هيبقى عندكم كونتنت برضه. عشان نحل العيوب اللي بتاثر على علاقتنا مع نفسنا او مع الشخص اللي معانا ونكون كده بنات كده، كله هنعرفه ان شاء الله الفيديو الجاي. هستنى اكيد رايك او تجربه من تجاربك في كومنتس، وكمان شير مع اصحابك كتير ولايك للفيديو ده. وبس كده كنا مع بعض في واحده من حلقات فاطمه والبنات. دمتم سالمين والسلام عليكم.